كنتي كتلعب الرفرفه الجانبيه وكتحس بالطرابيز ديالك هما اللي خدامين اكثر، بغيت نقول لك مبروك عليك، هذا هو الخطا اللي حذرنا منه ارنولد وانت كديرو. اجي تفهم علاش كنقولوا كب الماء ملي تكون كتلعب الكتاف جناب. الهدف هنا هو الراس الجانبي للكتاف باش تاخذ هذاك العرض مع تشغيل خفيف للراس الخلفيه. لكن المصيده هنايا هو انه بزاف ديال الناس كيتمرجحوا بالوزن ملي كيبدا كيلعب، وهذا الشيء كينقص من الفعاليه ديال التمرين ويقدر الله يحفظ يدي بك الاصابه. ارنولد كيقسم التكنيك الصحيح على جزئين، كتحني ظهرك لقدام غير شويه باش تقتل هذاك الروكينغ. ملي كتعلي الدامبل للجنب خاصك تدور المعصم ديالك بشويه بحال غتكب الماء من شي قرعه، بحيث الجهه اللورانيه ديال الدامبل كتكون اعلى من القداميه. هاد التقنيه هي اللي كتفرق على الكتاف الجانبيه والخلفيه بجوج. كتعلي الوزن شويه فوق مستوى كتافك، وملي كتكون هابط، ودائما غادي نبدا نقولها ونعاودها، الهبوط ببطء وتحكم شديد، مقاومة الوزن في طريق العودة. ولكن تي باقي كتغش وما كتحكمش. ارنولد كيقول لك دير هاد التمرين وانت جالس باش تقطع هذاك الروكينغ بمعنى المرجوحة بصفة نهائية. من خلال تجربتك اش كيبان لك؟ واش الرفرفة خاصك ديرها واقف ولا انت جالس؟ وجرب التقنية ديال الماء ورد عليا الخبار، انا في الانتظار.